خبرينا اليوم ليش جاية تحضري الكونسرت تبع الشامي؟ صراحة لأنه هو نجم الجيل هلا، النجم الساعد، وين ما كان عم بيكون ترند مكسر الدنيا. زرع بقلب كل حدا فينا محبته. I love you so much. بحبه كشخص، بحبه كإنسان على الصعيد الشخصي يعني. قصة نجاحه، الوجع اللي واجهه عن جد جوات قلب كل واحد فينا، وبتمنى له الخير والنجاح دايما. وقد ما حاربتك الدنيا كلياتها نحن معك ونحن بنحبك. ولاف يو وحمادات. بحبه كتير كتير كتير، ورايحة أحضره بإيجيبت بعد هالمرة. صراحة نحن من الفانز تبع الشامي، بنسمع له أغاني كتير وبنحب نشجع المواهب. صراحة بعمر صغير وصل لمحلات كتير حلوة. بالنسبة لي هو المطرب المفضل صراحة. أنا كتير بحبه، وكمان هو كتير يعني بيعمل أشياء كتير حلوة. لأني بحبه كتير كتير، وبحب أحضر له كل حفلاته، وأحسن يعني أحسن حدا بعرف. طيب إذا الشامي هلا عم يسمعك شو بتحب تقول له؟ بحبك. أنا بحبه كتير. يعني كل أغنية حلوة بصراحة، بس كتير بنبسط وقت بطلع أغنية حلوة، وخصوصي إنه بتحس إنه هو عم يغني من قلبه، يعني عم يشتغل على حاله كتير. لك يبرني الله اللي خلاكم.